السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير بإذن الله يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة، زيدوا النبي صلاة في قلبكم كده. هو صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. مش عارفة والله الفيديو هيبتدي يقطع الصوت، معرفش ايه المشكلة في المونتاج ولا فين بالظبط، الله المستعان. فمش عارفه انا هبدا ازاي واقول ايه والله. بس في كومنت جاني يعني من شويه كده على بعد العصر كده واتمسح تاني. انا عادي ما بمسحش كومنتات وكده والله، بس انا كنت عايز اخده سكرين وهو اتمسح بسرعه. ففي اخت كتبت ودايما السؤال بيتكرر، مع اني جاوبت عليه كتير والله يا جماعه، بس انا مش عارفه الناس دي جديده داخله عندنا مش عارفه حياتنا وكده، ولا ناس متابعه معانا وبرضه بتكرر نفس السؤال. واللي بيقول عقوق والدين واللي مش عارف يعني كل واحد له رأيه وكده. كلكم رأيكم يحترم وعلى راسنا من فوق والله. احنا ما بنعترضش على اي كلام يعني طالما في حدود الادب وكده. فوالله ما مسحتش الكومنت ولا حاجه، بصيت لقيته اتحذف. الاستوديو جانا على الاستوديو وبعد كده بصيت لقيته اتحذف. فكانت كاتبه ان يعني ان امكم مع السطح ومش عارفه ايه، والكلام اللي بنسمعوه كل يوم يا جماعه وبنعدوه نزيدوه. هو الكلام عايزين الحق والصراحه، ولا عايزين حق ولا ابن عمه كده زي ما بيقولوا؟ اكيد طبعا عايزين الحق. فمن غير لف ودور ومن غير كذب ولا اي حاجه، يعني زي ما انتم شايفين الوضع والحال بحالكم بعينكم يعني معانا من الاول ومتابعين معانا. احنا قلنا يا جماعه مرارا وتكرارا ان لو كان يعني اعوذ بالله من قولة لو، اذا كان في ظروف ربنا اراد كنا هنعمل فوق، وكانت امي هتستمر تحت. تمام يعني ما اكيد احنا عايزين راحه امي، يعني مش معقول يعني يا جماعه والله لناس معينه، يعني مش معقول يعني احنا عايزين نتعب امي. فهي في الاول والاخر امي، احنا ملناش غير ابويا توفى بدري. مش معقول يعني احنا عايزين نتعب امي. تمام، ما تاخذونيش المونتاج بيقطع معايا، بس فاكيد لينا راحتها في الاول والاخر، لينا راحتها. دي حاجه. تاني حاجه يعني عايز اقول لكم، اولا فعلا الشتاء داخله وكده، الله المستعان يعني الله المستعان. كان الله في عونهم وكان الله يعني معاهم ان شاء الله باذن الله. الشتاء داخله طبعا، والشتاء بتبقى على السطح ما اقول لكمش، بيبقى وضع تاني خالص. بس فالناس برضو اللي بتقول تنزل وتقعد في المنظره وكده، احنا لسه ما خلصناش برضو تحت وكده، المنظره والكلام ده لسه ما خلصش. وغير كده هو سيبكم من ده كله، احنا هنتكلم في النقط المهمه خالص يعني اللي كلكم لازم ايه تعرفوها برضو. بالنسبه يا جماعه لاختي، لو هي اخذت عيالها ونزلت بيهم تحت في المنظره، بتحصل منهم دوشه وهيصه والكلام ده كله، واخويا بيتضايق خالص خالص خالص. والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم يشهد عليه ربنا، انا هتكلم شهاده حق. هي اختي وهو اخويا ودول اهلي يعني كلهم يخصوني، ومعزتهم واحده في قلبي، ما بفضلش حد عن حد. تمام. اللي انا عايز اعرفه واقول لكم يعني اللي بيحصل كالاتي. اول حاجه، انت كشخص، انت لما تروحي بيت ابوك بتقعد على قد ما تقعدي لك اسبوع، تقعدي لك اتنين، برضو اكيد اهلك برضو بيعانوا من عيالك من ولادك من الدوشه من الكلام ده كله. تمام، كلنا كده ما بنبقاش كذابين يعني ونقعد نفتوا وكده، وكل واحد عامل ان اهله مية مية معاه. تمام. بالنسبه لعيال اختي شقاي شويه، تمام، انا عارفه ان ده وضعه وده حاله، بس والله ما تنسوا ان اخويا هو اللي رباهم. لدرجه قلت لكم اخويا كان على طول ينده، ابنها كان على طول ينده على اخويا ويقول له يا بابا، عشان هو اللي كان مربيه وكان متحمل مسؤوليته وكان هو شايل كل حاجه. في حاجات جدت دلوقتي. ايه هي اللي الجد الغلا. هنتكلم بالواقع والصراحة. اللي جد دلوقتي جد الغلا. الغلا دلوقتي بقت المعيشة صعبة وبقت الحياة صعبة أصعب مما تتخيلوا. أنا مهما وصفت مهما صورت لكم فيديوهات، يعني الله المستعان على العيشة اللي بتعيشها مش احنا بس، كل الناس دلوقتي والله العظيم كل الناس دلوقتي مضغوطة 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 مضغوطة. النهاردة كيس السكر ب47 جنيه اللي كنا نجيبه ب8 جنيه، كنا نجيبه ب10 جنيه، كنا نجيبه ب15 جنيه ونقوله غالي. النهارده كيس السكر ب47 جنيه يا جماعة الخير. تمام. فأخويا ده هو اللي لسه داخل على دنيا، وزي ما انتوا شفتوا الحال بعينيكم، هيكفي ايه اذا كان ابوهم راجل بارد ورميهم كده، هو مش سائل فيهم ومستحلي على كده وبارد برود الدنيا فيه ومش راضي. بكل صراحة بتكلم، انا محشوشة من جوايا والله العظيم، وفعلا متضايقة من ابوهم قوي يعني. رميهم كده الاهلي، وديكم شايفين اهلي الظروف يعني
الظروف ما تسمحش ان يستحملوا عيال زي كده، هو مصاريف تقيلة عليهم، اللي دخل حضانة واللي عايز نفسه في كذا، والعيل الصغير يقول له امي، لسه بيحكوا له والله، يقول له امي يا تيتا عايز وعايز، يا تيتا ما اكلتش، يا تيتا ما عملتش. في حاجات مش هقدر ابوح بيها، بس انا حاسه بيها وحدي، ويعني انا قلت لكم اختهم الكبيره مكان امهم، فالموضوع ده انا تعبانه منه نفسيا. ايه ذنب بتوين ان يستحملوا عيال زي كده؟ هو ضغوط عليهم، مصاريف تقيله يا جماعه، ومفيش دخل اصلا، العيشه صعبه، العيشه صعبه. انت عن نفسك دلوقتي مفيش حد مكفي عياله، مفيش حد مكفي عياله، فمجرد ما العيال تنزل تحت بتحصل دوشه، فاخويا بيتضايق، فاختي برضه بتزعل، فانا مش عايزاهم يتشحنوا مع بعض، انا عايزه البيت يبقى هادي ويبقى فيه هدوء. انا اصل بصوا، انا مش هغير وجهه نظر حد، ومش هفضل اغير طبع حد، كل انسان في طبع خلقه ربنا بيه، صعب انك تغيري، لا هقدر اغير طبع اخويا ولا هقدر اغير طبع اختي. اختي بيصعب عليها عشان دول عيالها، واخويا برضه في نفس الوقت حاسس ان دول هم على قلبه، ومش مش ناوي يخلص منه يتزح خالص، يعني المفروض ابوهم هو اولى بيهم في المسؤوليه دي. واول ما بينزلوا تحت بيعملوا دوشه ولا طلبات ولا مش عارفه، اخويا بيتضايق ويرن على ناسهم عشان يقولوا تعالوا خدهم. اختي طبعا تتضايق، لا عيالي ما حدش ياخدهم مني. طب انا قولوا لي ايه ذنبي انا في الموضوع ده؟ حل ازاي انا المشكله دي؟ على فكره يعني انا الحمد لله والشكر لله، انا بوقف مع اهلي والله العظيم ثلاثة، اقسم بالله انا الحمد لله والشكر لله مش شايفاش حد زيي، مش تكبر ولا رياء ولا اي حاجه، ربنا اعلم بيها، هم في الاول والاخر ناسي واهلي، بس انا بقف مع اهلي مش زي اي بنت خلقها ربنا كده بتقف مع اهلها. انا تلاقوني يعني اي حاجه افديهم بروحي، حياتي كلها بفرغها لهم. ما تعرفوش انتوا الداخليات مش كل حاجه طبعا بتتصور، ولا كل حاجه بتنزل على التليفون، في حاجات خاصة مش لازم تعرفوها، تمام؟ ربنا وحده هو اللي مطلع عليها. فوقفت معاهم بمقدرتي، يعني اديكم شفتوا البيت وصل لايه وكان ايه، وكان نفسي اكمل برضه، وكان نفسي اعمل السطح، وكان نفسي نعيش لحظات حلوه، بس انا هقول لكم في الاول والاخر اراده ربنا وثبتت لحد كده، ده اراده ربنا وثبتت لحد كده. وبرضه يعني اعمل لكم تليفون صامت، وبرضه مشكوره 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 الناس اللي عملت كده، مهما نشكر فيهم من هنا لحد ما عمري ينتهي، ولو ربنا اداني عمري على عمري برضه مش هوفيهم حقهم من اللي هم قدموه، ده حاجه ما نختلفش عليها ابدا. انا مش بقدر اتكلم على القناه عشان مطلوب مني ان انا ما اتكلمش، الحاجه دي معموله لوجه الله، ما مش ان احنا نحكي فيها اصلا. بس فانا لو بايدي كنت عملت لهم حاجه على الحاجه اللي هم فيها، بس انا كل اللي طالباه يعني في كم قناة من القنوات بتطلع على فضايح وبتطلع على مشاكل، وفي قنوات والله العظيم انتم مكبرينها ومدينا حجم اكبر من حجمها، وطلع على الفضايح وطلع على الذنوب، وطلع ان انتم اصلا مشاهدتكم لها بتعتبر ذنب ليكم وليهم برضه، مع رغم ذلك كبرتوهم وبيقبضوا من القناة وبيتعايشوا. الله يزيد كل واحد، وكل واحد ربنا يديله على كد حاله، وكل انسان ليه رزقه. انا كل طالباه منكم فيها ايه لما انتوا تكبروا القناة؟ انا مش انانية والله العظيم، انا ما انانية، انا يكفي التليفون اللي بيجيني من بيت ابويا يوميا ده، هو لما بيحكوا عن حالهم وعن حياتهم ودنيتهم، انا عن نفسي بتعب والله العظيم، انا بنام تعبانه وعيانه، اقسم بالله انا ليا اسبوع عيان على كده. ف يعني نفسي لو قناتي دي اتشافت وكبرت، هل انا حبخل على نفسي على اهلي وهحتويها لنفس القناه وابقى انانيه؟ مش زي اي حد انا على اليوتيوب، عشان تحطوا في علمكم القنوات اللي انتوا بتشوفوها على اليوتيوب دي اللي بتحب نفسها وبتحارب اهلها عشان خاطر الفلوس وكده، انا مش زي كده. انا صحيح وقفت قناه اختي وكده، بس انا قلت لكم الاسباب، ان انا مش عايزه اتحط في موقف مع اخويا، لان محذرني لو لقاها على اليوتيوب في قناه لوحدها، يعني هو ما يعرفش قناتي دي، لو لقاها في اليوتيوب على الاقل انا لو ابتدى يكتشف القناه هحذف لها الفيديوهات على طول، لكن هي قناة معمولة ليها هي خاصة بيها، ده رفض نهائي. وانا لازم احترم الراجل اللي في البيت اخويا الكبير، لما يقول لي كلمة لازم اسمعها، مش عشان المشاهدين مثلا اللي بيعزوها طلعتها معايا برضو عشان انتوا ما تزعلوش برضو وتقولوا ده حرمها من حاجة، انتوا شايفين على القناة مدخل الالافات مثلا، اديكم شايفين الحال بنفسكم. فمع رغم ذلك طلعتها معايا برضو، قلت هتفضفض وتغير جو، بس قناة، بس ان انا اعمل لها قناة، انا محظورة منه الكلام ده نهائي، محظورة منه الكلام ده. اخويا الكبير لازم رغبته تحترم، لان هي دي لسه على ذمة راجل، لو اكتشف ان هي عاملة قناة ممكن تبقى مشكلة كبيرة، ممكن ندخل في مشكلة كبيرة معاه وكده، لان هي حقه هي لسه على ذمته، شرع ربنا يا جماعة ما نعترضوش فيه، لسه هي على ذمته. لكن انا في كقناتي ممكن متحكمة فيها، ممكن فيديوهات احذفها في لحظة، يعني اعملها خاص في لحظة برضه، مش يعني اقدر اتصرف. فانتوا
هي طالعه معايا ديكم زي ما انتم شايفين، ويا ريت حتى القناه دي تكبر، يعني عارفين لو القناه تتشاف وتكبر. انا بكتب والله كومنتات على قنوات كبيره عشان ربنا يكرمني وتتشاف القناه، بحاول اكتب كومنتات على الوضع واوصف الوضع ده بحيث ان الناس تقف معانا. ما لو القناه كرمنا ربنا فيها وكبرت ودخلت مصدر رزق، مستحيل هبلعه لوحدي، مستحيل يا جماعه هبلعه لوحدي. والله العظيم الفلوس ما بتعمل حاجه، الفلوس يعني مش كل حاجة. لما أنا أقف مع أهلي وأسندهم ربنا هيرضى عليا، لما أبسط أمي وأفرحها بحاجة كده هو برضه ربنا هيرضى عليا. مش أنانية عشان أحب نفسي. كفاية إن أنا عايلة همهم دلوقتي، باقي السيراميك مرمي تحت عشان نكونوا صراحة، مرمي قدام الباب، نص الواجهة اتعملت ونص التاني لا. الرخامات اللي جبناهم قدام الباب مرميين. الناس عرضت عليه وقالت لي بيعيهم. طب ابيعهم ازاي وانا عامله واجهه البيت نص ونص؟ يعني نص معمول في واجهه البيت والنص التاني قاعد، ازاي ابيعه؟ ازاي امسك الرخام ده ابيعه؟ ما اقدرش ابيعه، او السيراميك ده ابيعه، ما اقدرش ابيعه. آه، الناس اللي بتقول لي شطبت تشطيب لوكس، انا والله العظيم يا جماعه اقسم بالله انا تلوني بس صوت، انا على الفطره، اقسم بالله العظيم على الفطره. بس حاجه عجبتني بجيبها من غير تفكير، دي مشكلتي، جبت الحاجه من غير تفكير. بس هي كده كده الحاجه طاقتين ضعف، والناس كلها عارفه ان الحاجه غاليه. النهارده كيس السكر ب 47 جنيه. قولوا لي انتوا الغلا ده، انا عارفه ان الغلا على الكل، بس في ناس مش هتقدر تقاوم، في ناس ما عندهاش، في ناس مش موظفه، في ناس مش هتقدر. يعني انت تقبل الغلا عشان انت داخل لك دخل، اما الناس اللي على المعاش ست كبيره زي وجوزها واحده راميها بعيالها ومش بيصرف عليهم، هتقبل ازاي الغلا؟ هتستحملوا ازاي؟ والله العظيم العيشه صعبه، مش راضي اتكلم في تفاصيل عشان يعني انا برضو في حاجات بتبقى بالنسبه لي يعني صعب اتكلم، معلش اعذروني، في حاجات تفاصيل مش هقدر احكي فيها. انا كفايه اللي جوايا واللي حاسه بيه، بقول يا رب ارفع البلاء، يا رب يا كريم ارفع البلاء، يا رب زيح الهم والغم عن العباد يا رب. الناس فعلا تعبت، انا عن نفسي تعبانه بعيالي 5 معايا، يعني احنا 7. لما بحط الاكل والله العظيم بسم الله الله اكبر، اقسم بالله العلي العظيم ما بكمل اكلي، والله العظيم بسبب الغلا يا جماعه. ايوه هو ده اللي وصلنا له. احنا ايه على كده؟ اللي مش ده وصلنا له وانتوا وصلتي له، والغني وصل له والفقير وصل له، ولا احنا بس اللي بنعانوا منه؟ كل الناس وصلت له. فانتوا وقفتكم معايا برضو في القناه، يعني في ناس الفيديو وصل 500 مشاهده ابص الاقي 70 لايك. طب انتوا ال 400 الباقيين ليه بخلانين علينا؟ يعني انتوا شايفين الحال بعينيكم، احنا مش بنمثل، والله العظيم 3 ما بنمثل، ربنا وحده شايفه مطلع، هنمثل على ايه؟ ده الواحد حتى هو بيعمل فيديوهات والله العظيم محرج. فالغلا بقى صعب وغلا فاحش بقى بصراحة، ومش قادرين يقاوموا. أنا عن نفسي تعبانة نفسيا، ويعني فعلا تعبانة يعني. وديكم شايفين وقفت مع أهلي بكل ما أملك، ما فيش بإيدي حاجة، ما وقفتش لنفسي، ما عملتش حاجة لنفسي. هل إن أنا ست غنية؟ الحمد لله الغني والله، إن أنا مقتدرة ومش محتاجة وعندي بيت خاص بيا وعندي دنيتي وكده؟ لا، أنا زيكم ست بسيطة، معايا اولاد بتدرس، معايا عيال نفسي اجوزها، معايا بنات نفسي اجهزها، يعني زيكم زي اي ست. فاكرموني في القناه عشان ربنا يكرمكم. احنا عايزين ناكلها بالحلال، يعني عايزين شغل اكتر من الحلال. ربنا ان شاء الله ربنا يغنينا بالحلال ويبعدنا عن الحرام يا رب، اللهم امين يا رب. وقفوا معايا في القناه وكبروها لي، وانا جاوبت على السؤال. امي حتى لو نزلت تحت في المنظره ونامت، اما تيجي الصبح هتعوز تطلع فوق، لان البوتاجاز فوق، اكلها فوق، شربها فوق، نومتها فوق زي ما انتم شايفين. لو نامت في المنظر عيال اختي مش هيسيبوها، متعلقين بيها وراها في اي حته. المشاكل بتزيد، اخويا بيجي من الشغل متعصب، طلبات تصليب كل يوم، طلبات يعني مش الطلبات اللي في دماغكم، ربنا يطلب بيهم، يعني مش الطلبات اللي في دماغكم، ده الطلبات البسيطه. والله ابسط ما يكون، ما اقدرش اتكلم يا جماعه، والله العظيم ما قادر اتكلم، ربنا وحده مطلع. فيعني نفسي تقفوا معايا في القناه، اعتبروها هذه القناه دي بتاعت ام واختي، مش عايزه حاجه. انا لي سنه ما غبطتش منها جنيه، يعني ليه سنه ما غبطتش منها جنيه. انتوا لو كبرتوها بقت زي باقي القنوات والاقي منها دخل، هيوسع علينا كلنا. حتى لو خصصت لهم هم جزء وانا جزء هتمشي الدنيا. بس سبحان الله ولا اله الا الله، الناس بخيله علينا، مش عارفه ليه بخل علينا، مش عارفه ليه بيبخلوا باللايك، بيبخلوا بمشاهده الاعلان، يعني ليه يا جماعه؟ مش عارفه اقول لكم ايه والله العظيم. امي مش هتقدر تسيب عيال اختي وتقعد تحت. الناس اللي هتقعد تهاجم اخويا وتتكلم عليه ما اسمح لكمش يا جماعه، عشان برضه هو اخويا، وانا عارفه ايه وجهه النظر، وعارفه البيت ماشي ازاي، وعارفه ايه الضغط اللي عليه اللي مش قادر يسده. فانا حاسه بيه برضه، يعني مش عارفه اقول لكم ايه والله العظيم. انتوا لو وقفتوا معايا انا مش هنحتاج لحد، احنا هنعمل السطح ونظبط الدنيا على قد الظروف، على قد الحفله هنمد رجلينا، مش هنحتاج لحد خالص الحمد لله. وهنعمل بامر الله سبحانه وتعالى، ربنا اللي هيكرم وربنا هو الرزاق.
ربنا سبحانه وتعالى اللي هيرزقنا باذن الله. اعمل لهم السطح واظبطه لهم واعمل لهم كل حاجه يتمنوها. كان نفسي اعمل لهم مشروع بسيط، فكرت فيه قريب، قلت اعمل مشروع لمساجد بريل، قلت تتعايش، اعمل لها مشروع بريل تتعايش فيه وكده، هو تحطهم قدام الباب حتى الستات اللي في الشارع يجوا يشتروا بتاع، تخلط البريل كده يعني. بحاولها بقدر الامكان، بس انتوا وقفوا معايا في القناه عشان ربنا يكرمنا ويرزقنا.